السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في البداية أحب أن أبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أبارك له بشهر رمضان الكريم، وأبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وأبارك إلى سيدي أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأبارك لسيدي صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، والشيخ سعود بن راشد المعلى، والشيخ سعود بن صقر القاسمي. أبارككم بهذا الشهر العظيم، وأبارك أيضا لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وأبارك لشعب الإمارات ولجمهور وأحبائي في مدينة العين، وأحب أن أشكر شكرا جزيلا للجنة المنظمة التي نظمت بطولة العين الرمضانية 2016 على رأسها طبعا أستاذنا الدكتور أحمد آل سودين. وأحب أيضا أن أشكر جهود اللجنة الحالية برئاسة الدكتور عبد الله سالم الذي بذل جهدا طبعا كبيرا في إنجاح هذه البطولة، وأشكر جميع أعضاء اللجنة المنظمة. وأيضا لا يسعني إلا أن أيضا أشكر الجمهور الحاضر اليوم، الجمهور الجميل الحاضر اليوم اللي بالفعل لما دخلت القاعة أسعدني وأثلج صدري. واختصارا لكم، طبعا انتم ما تبغون الكلام وايد، تبغون خير الكلام ما قل ودل، وبقول ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله أعلن افتتاح بطولة العين الرمضانية 2017، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم بخير.